كما ذكرنا أن أتم مصداق أيها الإخوة لهذا اللفظ هو الله تبارك وتعالى. الله هو الظاهر بذاته والمظهر لغيره، ولولاه سبحانه وتعالى ما وجد شيء أصلا. ولذلك أن يكون النور من أسمائه الحسنى هذا مفهوم تماما، مفهوم تماما. أتم مصداق للنور أيها الإخوة الله تبارك وتعالى، لأنه ظاهر بذاته ومظهر لكل شيء سواه. لكن نبهنا على أن أحدا من المفسرين أو العارفين لم يذهب إلى أن معنى الآية أن الله نور كهذا النور الحسي أو هو هذا النور الحسي. هذا إلحاد والعياذ بالله، لم يقل به أحد، لا يقول به إلا صغار الجهل من الناس. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، وهذا يؤكد أنه هو بذاته ليس نورا، ليس نورا كهذا النور الذي نخبر، لأنه أضافه إلى نفسه. لم يقل مثله، يعني مثل الله لم يقل مثله، الله لا مثل له، أليس كذلك؟ إنما هذا مثل نوره، هذا نور الله إذن. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وكثيرون من السلف: الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي نور السماوات والأرض، أو منور السماوات والأرض. نور السماوات والأراضين بنوعين من النور في الجملة، بالنور التكويني وبالنور التنزيلي، بالأنوار التكوينية وبالأنوار التنزيلية. الأنوار التكوينية كأنوار النجوم، السواطع والكواكب أيها الإخوة المضيئة، والأنوار التنزيلية كالكتب الإلهية، كالكتب الإلهية وما يفتح به على قلوب العارفين من ألطافه ومحاسن حكمه سبحانه وتعالى. إذن قال مثل نوره، لم يقل مثله، إذن هو مثل نور الله. إذن مثل نور الله، هذا هو مثل نور الله. طبعا طائفة أخرى من السلف أيها الإخوة، وهذا لا يتناقض مع التفسير الأول الذي ذهب إليه ابن عباس وتلميذه مجاهد، قالوا الله هادي أهل السماوات والأراضين، الله هادي أهل السماوات والأراضين. وهذا قال به بعض أئمة أهل البيت أيضا مثل الإمام الرضا عليه السلام، نعم، وهو قول جيد، وهو الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير الطبري، اختار هذا القول، قال الله نور الأرض هادي، الله هو هادي أهل السماوات وأهل الأرض أيها الإخوة. نعم، قال مثل نوره مثل نور الهداية، يعني مثل هدايته تبارك وتعالى كمشكاة فيها مصباح. لماذا لا يتناقض مع الأول؟ لأننا قلنا نور السماوات والأرض بنوعين من الأنوار في الجملة، الأنوار التكوينية والتنزيلية. إذن هو كيف يهدي أيضا؟ بتنزيله تبارك وتعالى، بتنزيله. نعم، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي الكوة غير النافذة، تكون في الحائط. هذه كانت أيام العجائز، أنا أخبر لجدتي كان لها كوة وكوة في البيت، خاصة بيوت الطين، يتخذون فيها الكوة، يتخذون فيها كوا، هكذا مثل يعني نافذة صغيرة تضع فيها أشياء معينة، إبريق الماء، بعض أمتعتها المرأة والرجل، وتكون غير نافذة. ما معنى غير نافذة؟ يعني لا تفتح الجهة الأخرى، طبعا هكذا مغلقة هي. وهذا يكون أجمع لضوء المصباح، يعني تضع فيها المصباح الفتيلة أو السراج يكون أجمع لضوئه. لو كانت نافذة لتشتت الضوء في الجهة الأخرى أيضا. نعم، هذه هي المشكاة، هذه هي المشكاة. في مساجد المسلمين من قديم أيضا كانت تتخذ أيها الإخوة هذه الكوى، يضعون المصابيح والسروج في الكوى ويعلقون بعضها في السقف. نعم، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ما هو المصباح؟ المصباح هو الفتيلة التي تشتعل وتتقد، الفتيلة نفسه هي المصباح، انتبهوا. أما هذا الإناء الذي يوضع عليها ويكون زجاجيا، فهذا الزجاجة، لأن المصباح فيه زجاجة، هذه الزجاجة زجاجة السراج. أما المصباح نفسه، يعني اليوم هذا مثلا المصباح الذي لدينا، الزجاجة هي الظاهرة هذه. أما الفتيلة فأصبحت فتيلة متقدمة جدا، السلك هذا الصغير جدا من مادة التنجستن. نعم، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الفتيلة هذه في زجاجة. لماذا؟ لكي يمنع عنها الريح أيها الإخوة، لكي يمنع الريح أن تطفئها. وأيضا لأن الزجاجة حين تكون نظيفة وبراقة ولامعة تزيد الضوء ماذا؟ تزيد تألقا ولألاء، تزيد الضوء تألقا ولألاء. نعم، المصباح في زجاجة.
ثم شبه الزجاجة قال الزجاجة كأنها كوكب دري. الكوكب الساطع في السماء أيها الإخوة، نعم، شبه إيه أو نسب إلى الدر لالتماع وبرق الدر. الدر يلتمع ويبرق، يلتمع إيه ويبرق، فالكوكب من بعيد ترونه هكذا يبرق. فهذا هو، قال مثل الكوكب الدري. وفعلا سبحان الله الزجاجة حين تكون نظيفة جدا والمصباح ساطعا ترى مثل النجوم هكذا تلتمع في جهات إيش الزجاجة. فعلا كأنها در يبرق، كأنها تشبيه عجيب. نعم، قال كأنها كوكب دري يوقد. من الذي يوقد أو ما الذي يوقد؟ المصباح. الآن رجعنا على المصباح. المصباح يوقد، مش الكوكب ومش طبعا إيه الزجاجة، ولا قال إيه توقد. يوقد المصباح من شجرة مباركة، يعني دهنه الزيت الذي يستمد منه المصباح. ما هو هذا؟ زيت إيه؟ زيت حيواني مثل كما ذكرنا في خطبة اليوم، زيت سخل، زيت كذا، لا، هذا إيه؟ من شجرة مباركة زيتونة، من زيت الزيتون، من زيت الزيتون. يوقد من شجرة مباركة، فسرها بقوله زيتونة. نعم، لا شرقية ولا غربية، بمعنى في قول عامة المفسرين لا شرقية فحسب ولا غربية فقط، بل هي شرقية غربية. ولذلك قال ابن عباس ليست في الشرق بحيث تصيبها الشمس إذا طلعت عليها ثم تزور عنها إيه إذا غربت، فهذا لا يكون أجود لزيتها، لا يكون أجود لزيتها وإنضاج ثمرتها. وليست غربية أيضا بحيث تنال من ضوء الشمس إذا غربت وتحرم منه إيه في ساعات الشروق، وإنما هي ضاحية. ما معنى ضاحية؟ يعني معرضة للشمس في كل أوقات النهار، كالتي تكون في صحراء، كالتي تكون في صحراء مستوية هكذا ظاهرة، ليست في جهة الشرق، ليست في جهة الغرب، تكون في صحراء ضاحية لا يمنعه بناء أو نحوه، بحيث تضربها أشعة الشمس أيها الإخوة ساعات النهار في الصباح وفي الظهيرة وفي المساء دائما. فهذا يكون أنضج لثمرتها وأصفى لزيتها. نعم، قال زيتونة لا شرقية ولا غربية. طبعا بعض العارفين وبعض الصوفية قالوا هذه الشجرة ليست من شجر الأرض، إنما شجرة من عالم آخر، من عالم الغيب. وجهة نظر لا نريد أن نستقصي في نقاش الأقوال. نعم، يكاد زيتها، هذا الزيت من هذه الشجرة المباركة الزيتونة، يضيء ولو لم تمسسه نار، لشدة صفائه يكاد يلتمع بنفسه ويضيء. فكيف لو مسته النار؟ طبعا قال نور على نور. ليس المقصود أيها الإخوة بنور على نور أنهما نوران فقط، لا، إنما المقصود هذا حتى التعبير لحد الآن عند العامة لا يريدون بمثل هذا القول، يقول لك خير على خير، نور على نور، أنه يريد اثنين، لا، وإنما يريد يعني التضاعف. الله يقول نور متضاعف، أما حد تضاعفه لا يعلمه إلا الله. مضاعف إلى كم لا نعرف. هذا النور طبعا لا ينتهي، لا يزال يضيء باستمرار ويتضاعف ويتلألأ. وهكذا نور الهداية في قلب المؤمن أيها الإخوة لا يزال يتضاعف إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى باستمرار. إذا قال أحد الناس لا أجد هذه الحالة، نقول له إيمانك فيه ضعف، إيمانك ليس حيا، ليس نابضا. بعضهم يقول إيماني يتراجع، إيماني كان أفضل. مصيبة، هذه كارثة. المفروض أن هذا الإيمان بإذن الله كهذا النور المتضاعف باستمرار، بما أنك تصلي الخمس، تقرأ القرآن أيها الإخوة، تزدلف إلى الله، لا بد أن يتضاعف هذا النور في أنحائك، ولا بد أن تزداد علاقتك بالله دائما، ولا بد أن ترى نفسك كل يوم بل كل ساعة أفضل منك من ذي قبل. إن لم يحصل هذا إذن هناك خطأ في معادلة العبادة والإيمان والاتصال بالله، وهذا حال الأكثرين للأسف الشديد. نعم، أجربتنا مثقوبة للأسف الشديد. يبدو أن في مخازننا فئران كما قال جلال الدين الرومي قدس الله سره، يسرقون حبوبنا، ولذلك لا زاد لدينا، في نفاذ دائما للأسف الشديد. نعم، قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طبعا ليست هذه المشيئة اعتسافية، وإنما أيضا أيها الإخوة يتوقف الأمر على صدق نية المهتدي والمستهدي. أبدا، من يستهدي الله يهديه الله تبارك وتعالى. والله قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أبدا، لكنه يعلم أنه لا خير فيهم، لا يريدون. والله ما حرم أحد أيها الإخوة إلا بسوء إرادته وبسوء نيته وطويته. ولو صدق الله تبارك وتعالى لهداه الله، وأنا أقسم على هذا. أي أحد في أي باب من الأبواب لو صدق الله فيما هو فيه والله لرأى خيره من شره،
ولا أعطاه الله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ولا لاح له الطريق واضحا لاحبا له منارات وصور وعلائم يهتدي بها. لكن النية أيها الإخوة، النية. نعم، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعض الناس قالوا هذا المثل كما قلت لكم، وهذا الذي نرتضيه وهو قول عامة المفسرين، مثل ضربه الله تبارك وتعالى لأنوار أو لنور هدايته لعباده المؤمنين بعامة. بعضهم قال بل هو مثل للنور المحمدي، بعضهم قال بل هو مثل للنور الخليلي الإبراهيمي. واو، ودخلوا كلام كثير جدا جدا، المصباح والمصباح وإسماعيل وكذا، أشياء كثيرة، كلام موجود في كتب التفسير العرفانية وغيرها. وبعضهم كالفلاسفة ابن سينا والفارابي نعم، ومن اختط خطتهم قالوا هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لنور القوة الدراكة، ثم تكلموا عن العقل بالقوة والعقل يعني بالإمكان potential mind يعني عن العقل بالقوة أو العقل بالإمكان والعقل بالفعل والعقل المستفاد بإزاء العقل الفعال. ولا أريد أن أصدع رؤوسكم في شرح هذه المصطلحات، كلمات بتخوف لكن هي معناها مش كثير يعني معقدة أو صعبة. على كل حال قالوا هذا مثل ضربه الله لهذه العقول، العقل الممكن والعقل الفاعل والعقل المستفاد والعقل الفعال، اللي هو لا يستمد من صورة ولا يستمد من مادة، إنما استمداده من ذاته، وهو عقل علوي كعقول الملائكة. على كل أقاويل كثير جدا، لكن نحن نرتضي أنه مثل ضربه الله تبارك وتعالى لنور هدايته أو أنوار هدايته في قلوب عباده المؤمنين، فيكون صدر المؤمن هو المشكاة، ويكون قلب المؤمن هو الزجاجة، ويكون الإيمان والتوحيد والهدى والنور في قلب المؤمن هو المصباح الفتيلة، صحيح؟ ويكون الزيت الذي تستمد منه هذه الفتيلة آيات الله تبارك وتعالى القرآنية بالذات والكونية، وسنة المصطفى وهديه صلوات ربي وتسليماته عليه، روحي وأرواح العالمين له الفداء. هذا هو مثل مفهوم وكذا. ولذلك أيها الإخوة سيأتي بعد قليل الآية التي على الولي قول في بيوت الجار والمجرور متعلق بماذا؟ إيش في بيوت؟ في بيوت قال بعض المفسرين هذا متعلق بقوله كمشكاة. المشكاة هذه في بيوت، ضرب الله مثلا لهذه المصابيح التي تكون في المساجد، في بيوت العبادة، في بيوت العبادة أيها الإخوة. إذن قوله في بيوت متعلق بقوله كمشكاة. نعم. بعضهم قال متعلق بقوله يهدي الله لنوره، أين تكون هذه الهداية؟ في بيوته. بعضهم قال متعلق بالمتأخر وهو قوله تبارك وتعالى نعم يسبح له فيها. أين يسبحون؟ في بيوت. هذا ضعيف، الأول أحسن، وتنتظم الآيات وتتعاضد، تأخذ بأعضاد بعضها فتتآزر وتصبح لفقا واحدا، والله تبارك وتعالى أعلم. قبل أن أغادر أحب أن أذكر أيضا